عاوز اقول كلمه للشاب برضه، الشباب اللي هي بتاعت القاهره. تعالى لي اركب الباص السوبر جيت، معكش عربيه لسه ناشئ، اركب السوبر جيت، اركب الاكسبريس جي باص من منيب، هينزلك بعد 4 5 ساعات الواحات. تعالى خد حاجتك من ارض الواقع بسعرها الخيالي وامشي. عاوزني اساعدك في التصنيع اساعدك، عاوزني اخدمك في التحميل، في جنبهات اولاد الواحات ينزلوا لك البلح بتاعك لغايه عندك في الامان، ومفيش حبه تنقص، لان احنا اهم حاجه عندنا الامان والثقه. ما نحبش ولا حد ولا ننصب على حد ولا حد ينصب عليه. بالنسبه للامطار 45 كيلو عاملينه ب 800 جنيه، يعني الكيلو مش محصل 20 جنيه، لما كيلو الطماطم ب 40 جنيه، كيلو البلح ب 20 جنيه. السنه اللي فاتت كان ب 1000 ونص. هم ضاربين كده. هي التحكم كلها في مصنع او مصنعين كبار، يعني 10 تنفار او 15 نفر بيتحكموا في رزق الناس دي كلها. لاي شباب عاوزه تستثمر تيجي للفلاح وتشتري من الفلاح، يجي بتاع القاهره ياخد مني، ما بيروحش مصنع، يجيب العلبه بتاعته ونقفل له احنا ونغلفه. طب المصنع بيديهولك بكام؟ ب 45. طب ليه انت تكسب 25 والشاب يكسب 20 جنيه؟ يرضي مين مثلا؟ انت تاخد على الجاهز، ولما تيجي تكلم واحد بتاع مصنع ولا اي حاجه، عاجبك مش عاجبك انت حر. طريق الواحات عامه 3 ساعات 4 ساعات بالكتير، لو مشيت 100 4 ساعات تكون في الواحات. في خدمات بنزيمه او 2 وطنيه في الطريق، يعني الدنيا حلوه مش صعبه يعني الواحات. انا في الواحات البحريه، فندق بانوراما الواحه في الواحات جنب جبل اللينك.